هل سمعتم قصة حمزة بن دلاج؟ هذا القرصان الجزائري المعروف باسم بي إكس واث قد أسر العالم برحلته الاستثنائية. وولد حمزة عام 1988 وتخرج من جامعة العلوم والتكنولوجيا بالجزائر عام 2008. لكن مسيرته المهنية أخذت منعطفا غير تقليدي، فقد انغمس في عالم القرصنة الإلكترونية وسرعان ما صنع لنفسه اسما بارزا. وعلى مر السنين تمكن حمزة من اختراق أنظمة أكثر من 100 مصرف أوروبي و117 مؤسسة مالية، متسببا في خسائر مالية جسيمة. لكن ما ميزه لم يكن فقط مهاراته في القرصنة، فقد حول مواهبه لدعم القضايا التي يؤمن بها. يعرف حمزة بشكل كبير باختراقه لحسابات مصرفية إسرائيلية وتحويل الأموال لدعم القضية الفلسطينية والمستشفيات والمحتاجين في جميع أنحاء إفريقيا. في يناير 2013 واجهت رحلته عقبة كبيرة، فقد ألقت الانتربول القبض عليه في بانكوك وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة، وهناك حكمت عليه محكمة أمريكية بالسجن 15 عاماً بسبب جرائمه الإلكترونية. والآن إليكم الأخبار التي كان الجميع ينتظرها. بعد قضاء عقوبته في الولايات المتحدة، من المقرر إطلاق سراح حمزة بن دلاج في 26 مايو 2024. وقد جاء هذا الإعلان من خلال رسالة كتبها إلى الشعب الجزائري ونشرتها صحيفة النهار الجزائرية. وبينما لا تزال محتويات الرسالة كاملة غير معلنة، فهذا الأمر واضح: قصة حمزة أبعد ما تكون عن النهاية. من المتوقع أن يعود إلى الجزائر بعد إطلاق سراحه، على الرغم من أن التأكيدات الرسمية لا تزال معلقة. إذن ما الذي ينتظر حمزة بن دلاج؟ هل سيستمر في استخدام مهاراته للقضايا التي يؤمن بها، أم سيقلب صفحة جديدة؟ شيء واحد مؤكد: سنراقب جميعاً عن كثب. ترقبوا المزيد من التحديثات حول هذه القصة المذهلة، ولا تنسوا الإعجاب والمشاركة والاشتراك للحصول على آخر الأخبار. إلى اللقاء في المرة القادمة. حافظوا على فضولكم.